السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير، وان شاء الله يكون نهاركم مسم مهني بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي ما تنساوش تشجعوني بلايكات وتعليقات، وتضغطوا على زر الاشتراك وزر التفاعل باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية اللي هو كروكي الجزائري، بصح أنا حطيت فيه لمسة من عندي. هنا عندي المقادير، يعني راح نعيروه بكاس، المقاس تاعو 220، يعني 220 راح نديرو مثلا في كل كاس. نعطيكم المقادير. عندي هنا كاس تاع 4 حبات بيض، ممكن يكونوا 4 ممكن يكونوا 5، قل على حسب البيض اللي عندكم. نعبروه ولا نعيروه بالكاس. عندي هنايا كاس بيض، عندي كاس الا صباع او الا ربع تاع زيت، عندي كاس الا ربع سكر، انا حطيت نص كاس، صح نتوما حطوا كاس الا ربع ولا الا صباع. عندي هنايا قشور الليمون ولا لوزيس تاع سيترون. عندي هنا لافاني، عندي لا ليفور ولا البيكنج باودر، عندي مغرفة كبيرة تاع الفلون تاع لافاني دوك نقول لكم عليه، وعندي زوج مغارف تاع حليب بودرة ولا لحظة، والفرينة ما نقدرش نحدد لكم على حسب البيض، حجم البيض وحجم وكان الفرينة اللي تشربها والدقيق اللي يشرب، وكاين لا. نبداو على بركة الله. هنا عندي بسم الله، عندي هنا قلصة تاع الملح، يعني نحطوا البيض يكون درجة حرارة الغرفة. عندي هنا السكر، قلت لكم السكر كاس الا صباع ولا الا ربع، انا حطيت نص كاس. عندي هنا لافاني مغرفة صغيرة. نخلطوا المكونات هذه، نخلطوها كاع باش السكر ما يبانش. من بعد كي نخلطوا كاع البيض مع السكر، نبداو نحطوا تدريجيا الزيت بالعقل، قلت لكم كاس الا صباع، نديروا بنفس الكاس او نفس الكوبايه. نخلطوا المكونات. انا عندي قلت لكم كوبايه نعايروا بها المقادير او الكاس. عندي هنايا حوالي مغرفة كبيرة تاع فلان بلافاني او كريم كراميل، معلقة كبيرة. هاوليك الفلان فاني ولا كريم كراميل فانيليا، هنا يعطينا اللون يعني الاصفر، يعني حيدينا لون طبيعي. انا راح نحط زوج معالق حليب نيدو ولا حليب بودرة، زوج مغارف. وفي نفس الوقت، يعني في نفس الوقت يعطينا اللون ويعطينا الطعم، او نسموه يعني بالفلون او كريم كراميل، ونستمر في الخفق. هنا نبداو نحطوا الدقيقة والفرينة، يعني نغربلوها مع بيكنج باودر ولا خميرة الحلويات مغرفة كبيرة، ونستمر في الخفق بالعقل. هنا نبداو يعني نحو الخلاط الكهربائي. هنا نسيت، المفروض نحطها في الاول القشور الليمون ولا لوزيز تاع سيترون، صح ما فيش مشكله. نستمر نحطه في الدقيقه والفرينه. ما تكونش العجينه تاعنا بزاف ناشفه ولا تكون طريه باش نعرفوا نشكلوها. نحطه بالعقل بالعقل حتى نوصلوا العجينه يعني اللي حبيناها. هاي لك العجينه تاعنا، شفتوا اللون عطتنا لون اصفر جميل، ومن غير النسمه تاعت الفلون ما شاء الله. واللون اصفر طبيعي. انا راح نقطعها على اربع قطع.
ونشكلها شكلها على شكل طويل ولا جودة. يعني حنشكل العجينة بتاعتنا على شكل طويلة. يعني الفيديو بيشرح نفسه. ونديرو هذه جودة. عندي هنايا الصينية ولا سنيوة نحط فيها الورق الزبدة ولا بابي كويسون، ونديرو نشكلو لي جودة تاوعنا ولا الحربوش ولا المهم. ما نضغطوش عليها، هي كي تحطوها في الفرن يعني حتنزل شوية. ومن بعد تشوفوا يعني هاي ليك راح نشكلوها قاع ديكوندا ربعة. نبعدوهم على بعضهم باش ما يتلصقوش. نكونوا هنا احنا سخنا الفرن على درجة الحرارة 180. مش نسخنه غير من تحت. انا في هذا الوقت انا سخنت الفرن قلت لكم على درجة الحرارة 180، ونستمروا نشكلوا اللي جودة تاوعنا. هنايا بعد ما شكلت عملتهم دي جودة ولا يعني الشكل تاعنا تاع الكروكي ولا البسكوت. عندي هنايا صفر بيضة مع مغرفة صغيرة تاع خل ونص مغرفة صغيرة تاع نيسكافيه سرعة ذوبان. خلطهم اول حاجة تعرفوا الخل باش ينحينا الزفرة تاع البيض، والنيسكافيه باش تدينا لمعان ولا اللون البني. انا راح ندهن بيهم الكروكي تاعنا. حبيباتي احنا عندنا في الجزائر البسكوت ده اسمه يعني كروكي، وفي مصر ما يفهموش يعني كروكي هو بسكوت، يعني نوع من البسكوت عندنا. يعني جربوه يعني ما تندموش. انا حستمر ندهن الكروكي تاعنا. عندي هنايا فول سوداني ولا كاوكاو، يعني اي مكسرات هتكون في البيت. هنا حكمت شوكة ولا فرشيطة نشكلوا بها الكروكي ولا البسكوت. يعني تجيبوها يعني العكس، يعني باين يعني الفيديو يشرح نفسه باش يدينا الرسم اللي فوق. هنايا راح نحط الكاوكاو ولا الفول السوداني. يعني بأي مكسرات عندكم، لو ما عندكمش ما فيهاش مشكلة، كملوا التشكيل بنفس اللي شكلت به بالشوكة والفرشيطة. انا كان عندي يعني فول سوداني في البيت ولا الكاوكاو وعملته، ما طحنتوش مليح، غير كسرته شويه برك وبلا ما تحمروه حنحطوه في الفرن. هاوليك انا راح نستمر نحط يعني 2 عملتهم بالكاوكاو ولا الفول السوداني، و2 خليتهم هكاك يعني من غير ما تحطوا عليهم حاجه. لو ما عندكمش المكسرات ما فيش مشكله يعني. هو الكروك بتاعنا الاصلي من غير اي مكسرات ولا. انا راح نستمر هكا. قلت لكم انا عندي الكوكب يعني حبيبات خليته. هنايا هاوليك انا بعد ما خلصت شوفوا الشكل يعني. انا راح نحطه في الفرن على درجة الحرارة 180. نشعله من التحت نطلعوه لفوق، ومن بعد كي يطيبنا من التحت نحطوه، نطفوا من التحت ونشعله من الفوق نخلوه يتحمر بعد نخرجوه.
بتي هاولك نشغله حوالي تقريبا من 20 الكروكي 25 بتاعنا بعد ما دقيقة طاب وخليناه حسب يبرد الذوق يعني. يعني. شوفوا. هاولك الكروكي تاعنا حاولوا يعني تبعدوا بيناتهم باش ما خليته يبرد شوية. يتلاصقوش. هاولك ان هاولك شاء الله انا خليته يعني شويه يلا يبرد. هاوليك حنخليه يبرد شوية ومن دوكا بعد حنزيد نقطعه. نخليه شويه يبرد هاولك ومن بعد الكروكي بتاعنا نقطعوه نوريه لكم. ومن بعد نرجع لكم. هاولك الشكل النهائي تاعنا. ما شاء الله. خليته حوالي 25 دقيقة حمرته عطانا حتى اللون ذهبي شباب. انا هنايا قطعت شوية راح حبيتوا يعني تقطعوه اللي هو الكروكي تاعنا ولا تحبوا تقطعوه يعني معود شوية ولا كيما يعني يرجع ليكم. انا شوفوا فانا نقطعه. انا قلت لكم نحط زوج صباعتين وانتم قطعوا. انا صبعتي صغيرتين كاين ناس صبعتيها كبار يقطعكم كمية كبيرة يعني المقاس كبير. هاوليك شوفوا. واللون لون الفلون ما شاء الله هو ماشي باين خدش شوية الإضاءة ناقصة. هو في يعني أصفر لونه أصفر يشهي يعني. المهم أنا راح نستمر ومن بعد نوريه لكم في طبق التقديم إن شاء الله. حبيباتي هاي لك النتيجة تاع البسكوت تاعنا اليوم ولا الكروكي تاعنا اليوم. ما شاء الله شوفوا اللون تاعو هو ماشي باين مليح خاطش الاضاءه ناقصه شويه وراه صفر. ما تنساوش تشجعوني وتضغطوا على زر الاشتراك والتفاعل. نشوفكم مع وصفات تانية. مع السلامه.